بنت بتحكي بتقول خطيبي، ولازم ندقق في الكلام ده كويس عشان نفهم المعنى بالظبط. خطيبي بيقول لي اللي انا كنت هنام مع واحده بس ربنا ستر وما نمتش. ركزوا في الكلام ده كويس. وانا زعلت منه وخدت موقف. بقول لها خدت موقف ليه؟ قالت لي عشان احنا بادئين بالصراحه وكل واحد يصارح. شوفوا، قلت لها اول حاجه ما تزعليش منه او ما تاخديش جنب قوي عشان انتوا بداتوا بالصراحه، وهو كويس اللي هو بدا معاكي بالصراحه، بس وحش اللي هو خد خطوه اللي هو كان هيعمل حاجه غلط. وانت ما تطوليش في الزعل عشان ما يجيش يقول اول ما صارحتك زعلتي. صح ولا انا غلطان؟ اللي جاي بقى اكتر، اللي جاي بقى افتح دماغك ليا عشان اللي جاي موعي جامد جدا. ليه بقى؟ عشان هما مخطوبين معايا، وبيقول لها ان انا هعمل علاقه مع واحده بس ربنا ستر. بص بقى النقطه الجايه دي بقى وركزوا فيها كويس. بقول لها ما تزعليش قوي وما تحسسهوش اللي انت بعيد عنه. يعني انت زعلي واعملي اللي انت زعلانه، بس ما تجيش عليه جامد عشان انتوا بداتوا بالصراحه. دي اول حاجه. بس في نقطه لازم تخلي بالك منها جامد جدا. اوعي مفكره اللي هو بيقول لك كده عشان تعملي الحاجه دي معاه. فاهمين؟ قالت لي صدق صح عندك حق، ومن غير ما تقول لي. اصل هو كان من قيمه كام يوم كان بيفهمني، بيقول لي انا نفسي امسك ايدك، انا نفسي نقعد لوحدينا كده ونتكلم كده بصراحه، بناخد راحه مع بعض كده. وفجاه بعد كام يوم قال لي اللي انا كنت هعمل حاجه. يعني كان في دماغه نيه مش سالكه. شفتوا بقى الموضوع جه ازاي؟ مش انا اقول لك اللي انا هعمل علاقه تروح انت ضربه في دماغك اللي هو بدل ما يعمل هو بره ما يجي يعمل معايا انا. في نقطه من الشباب يا ريت تركزوا فيها كويس عشان النقطه دي جامد جدا. اللي هو ممكن يقول لك انا كنت هعمل علاقه امبارح، بس اول ما افتكرت اللي انا خاطبك واول ما افتكرت ان احنا بالصراحه ونتكلم مع بعض انا ما عملتش. بس انت برضو راعي ظروفي، خلي بالك مني. يعني دردحي معايا شويه. يعني الدردح ايه؟ يعني تقلع لك يعني ولا ايه بالظبط؟ خلي بالكم في النقطه دي كويس قوي. يعني يقول انا كنت هعمل بس انا ما رضيتش عشان انت. بصي، ابدأي الكلام كده وش كده. قول له بص يا ابن الحلال، لما تتجوزني نعمل اللي انت عايزه. لما نقرا الكتاب اعمل اللي انت عايزه، لكن واحنا مخطوبين واحنا قاريين فتحتنا واحنا لسه متعرفين مفيش اي حاجه من اللي في دماغ اي شاب لاي بنت تحصل. لازم تكتبي الكتاب او تتجوزوا علني كده الناس تعرف اللي انتم متجوزين، عشان لما يحصل اللي يحصل طبعا زي ما لما بعد ما الجواز يبقى انتوا خلاص متجوزين. ما يجيش يقول لك اصلي قبل الجواز كنت بعمل وبسوي وي 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 وانتوا فاهمين الكلام ده كويس. صح ولا انا غلطان؟ انا بنصح كل بنت مخطوبه او داخله على علاقه في الخطوبه او الحب والرومانسيه والكلام ده. مش خطيبك يجي يقول لك اصل انا كنت هعمل الحاجه دي وعشان انت معايا ما عملتش. مش تروح انت تعملي بقى عشان ما يعملش، لا. صدقني والله لو انت عملت الحاجه دي ممكن تنزلي من نظره، او ممكن يكون بيمتحنك، او ممكن يشوف ايه نيتك، هتعملي معايا صح ولا ايه نظامك. هل هتمشي كده ولا هتديني بوسه ولا تديني حضن ولا. خلي بالكم الشباب ساعات بتبقى سالكه. انا بنبهكم وبفهمكم. احلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام.